مرحبا، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. طبعا اشتقت لكم كثير، صار لي فتره ما صورت. اليوم طبعا واخيرا راح اشوف الاولاد. صار لي تقريبا شهر بعيده عنهم، حاسه حالي مشتاقه لهم، حاسه حالي مشتاقه لهم، حاسه حالي اللي صار ما شفتش الاولاد. صح هو شهر، بس لاني قبل هيك اصلا هم كانوا في مصر وانا كنت في تركيا، عارفين القصه هذه. ف يعني هم اصلا كانوا بعد عني شهرين، بعدين رجعت قعدت معهم شهر، بعدين انا بعدت كمان شهر عشان قصه العمليه وهيك. فحاسه حالي زمان مش شايفه الاولاد. فاخيرا اليوم اخر يوم اللي في مصر رحلت في الاولاد، فقلت حاخدكم معايا، حنرجع على المطار وحنسافر للاولاد وهيك. متحمسه اشوف ردة فعلهم بصراحه بعد ما غبت عنهم لاول مره اسيب الاولاد واغيب عنهم هيك. يعني حتى يعني انه غبت عن الاولاد وعن نضال كل مره، ايش حتى لو انا سافرت بكون معي نضال مثلا. المره اللي فاتت كانوا الاولاد هان كان معي نضال، المره هذه لحالي يعني. فحاسه حالي متحمسه كثير اني اشوفهم، مشتاقه لهم كثير. فخليكم معي، هلا حنروح على المطار مع بعض وبعدين نلتقي في الاولاد ونشوفهم. طبعا هلا حودع فاتن، طبعا هيك شمس حجاب، حودعها ورا الكاميرا، حط في الكاميرا. والله يا نور تعودنا عليك يعني والله إلنا انا وفاتن بالذات تعودنا على بعض بشكل فظيع، لانه احنا ليله بنسهر، حتى انه غيرنا طريقه نومنا وكل النظام خربناه. هلا حنرجع للنظام القديم، النظام الطبيعي. كنا كل ليله تخيلوا ننام الساعه 6 الفجر، يعني كل الليل نسهر مع بعض، يعني قضينا مع بعض كثير حلو. الشهر مع بعض هذا كثير عدى بسرعة يعني. ايه عدى بسرعة. والله ما حسيتش في الوقت، لا بعدين حسيت فيه يعني عشان اشتقت للاولاد وهيك، بس ما حسيتش في الوقت مع فاتن. صراحه كان الموضوع مع فاتن كثير مسلي وهيك، ما حسيناش في الوقت مع بعض. فهلا حودع فاتن وخليكم معايا، حنلتقي في المطار. هلا وصلت المطار، طبعا اتاخرت، ضل تقريبا ساعه. تخيلوا ان انا ما لحقش الطياره وتروح علي، بس لا ان شاء الله بلحقها. ضل ساعه، لازم اخلص الاجراءات، شنطتي خربت وكل الدنيا خربت. طبعا في معي شنطه على الظهر، حاسه فيش زحمه كثير، ان شاء الله بلحق على السريع يعني اروح البيت، ان شاء الله بلحق الطياره يعني. طبعا هلا وصلت يا جماعه، اتمرمطت. شو بقول لكم اني اتمرمطت اخر مرمطه، كان ضايل نص ساعه بحكوا لي انه ما بينفع حتى ندخل الشنطه الكبيره وخلص تتكرر تيجي فوق الثانيه، وبالعافيه لما ردوا يدخلوا لي الشنطه. فهلا وصلت ضايل 10 دقائق للطياره، هيني قاعده بستنى عشان ايش نطلع هنيك على الطياره حيطلعونا. فلحقت بالعافيه، صار لي ساعه بجري جراي، تمرمطت في الشنطات اللي انا ماسكاهم على الظهر، في ماسكه شنطتين. اخيرا طلعت الطياره، هلا الناس قاعده كلها بتركب لسه. طلعت انا في اول كرسي، الحمد لله كنت جنب الشباك. انا دائما بطلع حظي انه انا مش جنب الشباك، يا في الكرسي الثاني يا الثالث. هنا بيشحنوهم عشان يحطوهم في الايش، في ما بعرف بحطوهم بالطياره من تحت ولا وين بالضبط. حتى الطياره تاخرت، المفروض كمان ربع ساعه نطلع، ما بعرف ليش تاخرنا كل هالقد، يعني المفروض انها تكون نطلع الطياره هلا الساعه 3 الا ربع، كان المفروض نطلع 3:30 نوصل 4:30 توقيت تركيا 5:30. فهلا الساعه 3 الا ربع، يعني المفروض بربع ساعه تطلع لحتى اما طلعنا. فخليكم معايا ان شاء الله، بس تطلع الطياره وننزل. الله يستر، هذا اول ما تطلع، اول ما تطلع الطياره طبعا انا قلبي بوقف، ما بقدر اصور ولا اعمل اي شيء لحتى تطلع فوق. خليكم معايا لحد ما اوصل الاولاد. هذه الشنطه اخذتها معي على هذا الشنطه، هاي الشنطه السوداء بتاعت الظهر، الجاكيت طبعا الجو هنا كثير شوب، سكارف. بس في تركيا تقريبا الجو درجه الحراره 1، كثير برد، عشان هيك اخذت معي الجاكيت هذا. لا مع اني لابسه جاكيت خفيف، بس اخذت معي الجاكيت هذا احتياط، لانه لما حنزل من هناك حتكون الدنيا كثير برد. طبعا واخيرا وصلت البيت، لسه الاولاد هيضلوا يصور لي قرايب الاسانسير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويهرب. حاسه اجت الاولاد صار لي شهر كامل ما شفتهمش. طب من هان الطريق، من هان تعالي. مش اننا هذا احيانا نحن بننزل، بنبقى جايين لسه مسكنينها وبنروح على الجهه هذيك، عشان جايبه الاولاد فيها هدايا، وكان فيها اصلا شويه. انا حامل هنا. والولد هذا يوم خمسه اشوف الاولاد فينا. طبعا الاولاد عارفين ان انا جايه، بس يعني برضه قاعدين متحمسين. حبايبي اشتقتكم كثير.
انا كمان اشتقت كثير. يلا نسلم على قلبك. ما شفتش ادم. ادم يا عمري اشتقت لك. ميرا تعالي كريم تعالي. طب ادخلوا جوا، يلا ادخلوا جوا من الشارع. خلاص يلا ندخل جوا. اقعدوا ايش؟ نقعد براحتنا. السجاد انتوا حاطين السجاد هنا وغيرين في الدار. ممنوع تدخلي بالجزمة طب وين نشلح؟ برا، بعد ما انت طلعت تغيرت القوانين. لا مغير الديكور. انت اصلا حاطط سجاد أكتر. ما احنا ما كانش فيها سجاد وندخل عادي بالجزمة، بس بعد هيك بطلنا. الحمد لله انه في قوانين وانا مش في الدار والدار نظيفه. هذه حاجه منيحه. الدار مبين مرتبه والله نظيفه. شايفكم مرتبين الدار منظفين. ما كانش فيها سجاد قبل ما تطلع نور، كله فرضناه سجاد. هذا بقول اليوم اتحممت. انا كمان اشتقت لك يا ميرا كثير كثير. هذا متحمم ولبس بيجامته الجديدة عشان نبي بس هذه الشنطه ثقيله. ولبس بيجامته وين الجديدة. وش ايش الحلاوه هذه. اهلا وسهلا. اشتقت لكم كثير كثير. والله حاسه حالي لسان مش شايفه الاولاد. عن جد حاسه حالي لسان مش شايفاكم. اشتقت لكم كثير. احنا أكثر. اشتقتوا ليه؟ أكيد. انا كمان اشتقت لكم. بس والله الدار مرتبه ونظيفه. ما توقعت اجي الاقي البيت لهالدرجه. توقعتهاش منكم. ادم حساه خجلان مني. جبت لك هدايا كثير يا ادم. وانت يا كريم وانت يا ميرا جبت لكم هدايا مش كثير. مهم الهدايا مهم حبايبي اول مره حسيت مش سايب لي هيك. استقبال. انا كمان اشتقت لكم كثير. خلص يلا تعالوا نقعد يعني مش حضرنا خلص فينا عند تعالي، الباب. طبعا اجيت لقيت عاملين لك الأولاد- اكل. الاولاد محضرين لي اكل. هذا رز اصفر. رز اصفر في تحت هنا اكل. بالفرن. استني تعالوا اورجيكم. في هنا دجاج. أكل. شو دجاج؟ صينية بالبطاطا دجاج بالبطاطا وهيك. والله كثير عاملين. ليش عاملين كميه هالقد يا ميرا؟ عملنا دجاجة وكمان هو انا شايفة أكتر إنه من اكثر من دجاجة. دجاجه. مع انه احنا بناكلش اكتر من دجاجة. احنا اصلا ما بنكمل الدجاجه. ليش هالقد عاملين لي اكل؟ والله مكملين فيا. تعبانه على نفس الرضا اليوم عامل لي اكل. مين عمل لك يا ميرا؟ ساعدتي بابا انت ولا عمل؟ صراحة ابدا ساعدتوش ابدا. ابدا ما ساعدتوش. بدو الرز. طب يمكن بده تحريك. بده تحريك مش عارف. هو معي والله نسيت. ولا شيء. هناك ماما نسيت الدار على فكرة. نسيت الدار كلها. والله العظيم نسيت. عشان الدار هذه ما قعدتش فيها كثير اصلا. انا قعدت فيها شهر وروح. يعني كنت لسه حاساها كلها جديده. هي نضال طبعا عمل الاكل بنفسه. الحمد لله على سلم السلامة. ايديك الله يسلمك. شفتي لتحت ولا لسه؟ شافته. شكله فتح النفس. معقوله يعني يطلع ذكي بتعرف تعمل اكل؟ لا كثير اكل. عايزه حالي متحمسه للاكل جوعانه. بعدين ليش عاملين كيكه في البيت؟ مين عامل الكيكه؟ وقتاش تعمل كيكه؟ بابا. زي عادي ابوك شكله. ليش بعمل؟ مش مالي. كل اشي بنعمل على فكرة. سايب الاولاد. فخمه. كل اشي بنعمل على فكرة احنا. قعدش. هذه الكيكه انعملت على اذان الفجر. صحي على الفجر انا عملت. خربت الرجيم كله. ولا كل شيء صرت اكل. فات دمرت لي الرجيم. بابا بيعبي لبن هنا وبدأنا نفرش وأنا باكل السفرة كيكة. وبس. اقعدي انت بس كلي. جوعانه. اكيد ما نقلب الدجاج. هي حرامتي. انتبه سخنة. بابا بدك تحمرها لسه صح؟ المفروض بس تتحمروا بس. آه. 5 دقائق بس 5 الكل يكون دقايق. جاهز. قديش مع كيكه؟ ليش كيكه كثير عشان كيكه؟ عشان تاكلي اكل بينفعش. جوعانه اصلا. لفلفت كثير. صار لها يمكن 3 ساعات. والدار كثير بعيدة عن المطار. آه، ساعة كتير ونص. أصلاً. ساعة يمكن بتيجي. المطيرة تأخرت أصلا عن موعدها. يعني ما نزلناش. يعني مثلا أنا كان المفروض إن أنا أجي على قديش أنزل من على الطيارة؟ 5 على 5:30. آه. قديش هلا الساعة 7؟ 7 وانت نزلتي على 6. 7 وشي يمكن 7:30 الساعة هلا. مع انه كان مفروض تنزلي على 5. فتأخرت أصلا الطيارة وقعدنا وقت طويل تأخرت والطريق ساعتين. أصلا كثير بعيدة تقريبا ساعة من هنا. بتبعد عن المطار. كنت مرمطت في الشنطة وهيك بس حسيت جوعانة. هيقدوم. قدوم اكثر واحد استناكي من الصبح بدي. هلقيتها اخيرا حنطلع صينية الدجاج. طبعا هذه صينية دجاج بالبطاطا آه. والبندورة وهيك. وبصل. طلعها. فاصلا انا مش عارفه هو ضلش عامل كمان الرز. ميرا صراحه هذه كثير انا كنت عامل صينيه دجاج آه. بس ميرا اصرت بدها رز. بدي عشان انا رز. حكيت لها جاب لي رز صح يا ميرا. صح. كل يوم بكلمها ليش يا ميرا؟ قلت لها جاب لي طلع كيف المنظر. طلع ما أحلى. بدها رز بشكلها يا ميرا عشان ايش؟ ما عشان انا قلت لها جابليش جاب لي صح. امبارح الصبح اليوم الصبح الصبح لما كنت قالت أكلمها. لي نفسي برز. قلت لها جاب لي رز اصفر مع اني اكلته عند حماتي مرت خالي بس اجى على بالي ثاني كثير بحبه انا.
احنا كمان. كثير هالقيتها يلا هلا اخيرا. عشان وقت بديش إيش كثير مش حدير هيك، دير هيك عادي. عادي. يلا دي بالصحن اللي بعده، اللي بده كمان بنعبي له. خلص بكفي. احنا يا ماما تعودنا نعبي هي 4 صحون. روح لا طبعا. يعني شوفي حدا بيجيب لك تاكلي معه. اياها بوش يا ميرا. لا. بس صحن خامس اليوم. كيف لو انه فشل جلاية يا ميرا. اعطي كريم، اعطي كريم يعبي. خذي كريم. كريم نزلي دي. كريم. كريم اسمع انا حاسه بتطلع الاكل بدي اكل. هذه احلى شكل. طلعوا شكلها بتفتح النفس. وعليها يلا سماء كريم، الصحن هذا سماء. لك زود. كريم لازم يزود بالرز الاصفر، اكلته المفضله. كاسة كولا ولو ممكن كاسة كولا، انتوا بتشربوش كولا عشان انتوا صغار. طبعا هنشرب بعد الاكل. انا ما بشربش الا مع الاكل. اه انا واحده من الناس كل سنتين بشرب كولا، تخيلوا عليك دمار. ما خليت شيء واو. في الفتره هذه. خلصنا اخيرا طلعوا. بلش ناكل. انا متحمسه بس للاكل هذا. هلا حنبلش اكل. صراحه شكل الاكل بيفتح النفس. اكيد جوعتي انت كمان في الطياره وهيك. بس اللي بدك نضل. بدك كيف؟ احكي لي رايك. بدي لحمه. اذا بدك في خبز هنا. بدي خبز من الغزاوي. بس هنا نوع عندنا خبز التركي كيف؟ هيك بكون. هذا ما بتاكل مع الدجاج. احنا بالعاده بنجيب خبز احنا سوري، بنجيب خبز بس سوري. المشكله المكان اللي بنجيب منه بعيد وما رحتش. ما كتير فضلناش. ما رحتش. بده بالسيارة ساعة تقريبا. فكنا يعني نجيبه كل فترة وفترة ونحطه في الفريزر. لسه جديد خلص هينا. وانا عشان لي شهر عند دار حماتي وعند فاتن وهذا وعند مرت خالي، تعودت عليها على الخبز الغزاوي هذا ما بينفعش معي هلأ. هلقيت الله يرحم. بابا الله يرحم ماما كانت تحكي زمان خبز الغزاوي بنصحي كثير صارت هذا بس تاكل. اياك الطعميه حرجع طعميه. على نفس النظام بس. بقول لك هذا يمكن بده اياك الطعميه. انا محساه خجلان. حرجع على نفس النظام اللي كنت عليه في الاكل وكل شيء والرياضه، بس الدكتوره قالت لي لما عملت العمليه قال لي لازم تقعدي شهر بعدين تبلشي رياضه، وحتى انك تبلشي رياضه خفيفه، ما ينفعش يعني انه تبلشي بالرياضه ثقيله عشان ايش؟ عشان ما يتعب راسك. ليش حاسه ادم خجلان؟ طب خلص خلينا ننهي الفيديو عشان ايش الاولاد ياكلوا، اقعد معهم ناخذ راحتنا وهيك خلص فيديو اليوم، بس احط لك الفيديو ويلا سلام. باي. تمام.